احنا الستات الشاطرة اللي نقف في المطبخ نعمل حاجة حلوة وكمان نعمل الاكل ولا كأننا عملنا اي حاجة. نسمي بالله بقى ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتعالي بقى معايا كده ونشوف اكلتنا النهاردة، لان من الاكلات اللي يتقال لها يا سيدي يا سيدي على الجمال. اول حاجة هنجيب شوية من الزيت وكمان الصويا صوص، وهننزل بمعلقتين من الصلصة، وهننزل بملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وكمان بابريكا، وكمان هننزل ببهارات فراخ. عايزه تنزلي بشويه من السبع بهارات مفيش اي مشكله. هننزل بقى بالمكونات دي كلها مع بعض، وهنبتدي ان احنا نجيب بقى الفرخه بتاعتنا وافتحيها كده وخليها زي ما هي سليمه، زي ما انتوا هتشوفوها كده دلوقتي. ايوه بنفس الشكل ده. وهنبتدي ان احنا نديها بقى شقات كده بالسكينه زي ما انتوا شايفين. ليه هنعملها كده؟ عشان كمان تتشرب من التتبيله، تتشرب من التتبيله كويس جدا. ويا سلام بقى لو انت كمان حطيتيها في التتبيله قبلها بيوم، هتبقى معاكي في حته تانية خالص. المهم خلاص هنا تبلناها، سبتها مثلا 3-4 ساعات كده، وابتديت كمان وانا خلاص هعملها واحطها في الفرن. هنبتدي ان احنا نجيب صينيه هنحط فيها بصل وفلفل اسود وكمان قوطه، وهنبتدي ان احنا نعمل لها فرشه حلوه كده، ولا هنحط ميه ولا هنحط اي حاجه. وهنبتدي بقى هنا زي ما انتم شايفين كده هنرش بقى على وشها شويه فلفل اسود، ونبتدي ناخد الفرخه بتاعتنا بعد ما اتبلت وبقت حلوه قوي معانا، وهنبتدي ان احنا نحطها في الصينيه اللي احنا عاملين لها الفرشه الحلوه دي. وخلاص على كده هنغطيها بقى بورق فويل، هتقعد في الفرن ساعه وهتبقى معاكي حلوه قوي. يا دوب هنشيل ورق الفويل وبس، هنحطها بقى في الشوايه وهيبقى اتعملت معانا. هنبتدي بقى اللي احنا نحطها في الفرن، ونبتدي كمان اللي احنا نعمل الرز النهارده، ولا رز ابيض ولا كمان رز بشعريه. الرز النهارده كمان هنعمله في الفرن، لان كل اكلتنا في الفرن فمش هتاخد معانا وقت خالص. انت بتعملي الاكل تحطيه في الفرن بيستوي وخلاص على كده وريحتي دماغك. هنبتدي كمان اللي احنا طبعا هنجيب الرز ده تكوني نقعيه 3 ساعات، هنبتدي اللي احنا نجيبه وهنحط كمان رشه ملح ورشه فلفل اسود، وكمان هنبتدي اللي احنا ننزل بمعلقتين من السمنه البلدي ومعلقتين كمان من القشطه. ايوه القشطه اللي انت بتاخديها كده من على وش اللبن، ونبتدي اللي احنا ننزل باللبن زي ما انتوا شايفين كده، ويتنغنغ كده الرز بقى باللبن بيبقى حلو قوي. وكمان على الوش هترشي رشه فلفل اسود ورشه بابريكا، بيدي طعم للرز المعمر يا سيدي يا سيدي. وخلاص على كده هندخله الفرن، هيكون استوى هيخرج معانا من الفرن. نحط كمان معلقتين سمنه بلدي كده على الوش زي ما انتوا شايفين. انا عايزه اقول لك بقى ان انت لو عملتي رز معمر بطريقتي انت مش هتعملي اي رز تاني جنب الاكل. خلاص كده انت مش هتعملي الا الرز المعمر جنب اي اكل، هيبقى خطير معاكي جدا. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كفايه كمان ان انت بتبقى مشربه الرز كده باللبن، فبجد بيبقى حلو قوي. وبالف هنا وشفا على اللي هياكل، وربنا يا رب دايما يحسن ما بين ايديكي، امين يا رب العالمين. عملت رز المعمر، وكمان الفراخ كانت بقى هنا في الشوايه، وكنت عملت لهم كمان شويه رز باللبن حلوين قوي زي ما انتوا شايفين كده. قلت كمان على ما الاكل بقى يخلص هكون كمان عملت لهم شويه رز باللبن. وانت واقفه في المطبخ والله العظيم بتكون كل حاجه سهله. دايما عودي نفسك ان انت تقفي في المطبخ تعملي المشروب وتعملي الغدا وكمان تعملي حاجه حلوه، لان ولادنا بعد ما بياكلوا بيفضلوا يقولوا عايزين حاجه حلوه يا ماما، فخلاص تبقى كل حاجه جاهزه. وربنا يا رب دايما يحسن ما بين ايديكي، امين يا رب العالمين. وصلتي بقى معايا في الفيديو لحد هنا؟ يلا نصلي على النبي مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شفتوا بقى الاكل ما خدش اي وقت ازاي، وبجد حلو جدا وكله في الفرن وسهل جدا. شايفين بقى كمان واحنا بنطلع الرز المعمر تحطوه بقى كده في الطبق حلو ازاي، مع قطعه فرخه مع شويه السلطه، وخلاص طبق عظمه صح ولا لا؟ واكله سهله وسريعه والله ومش تاخد معاكي اي وقت خالص. وربنا يا رب دايما يحسن ما بين ايديكي، امين يا رب العالمين. اشوفكم على خير ان شاء الله، فيديوهات كتير جدا جدا، ونعمل مع بعض احلى الاكلات واحلى الوصفات. شايفين اصلا شكل الطبق بيتكلم عن نفسه، الرز المعمر مع السلطه مع قطعه الفرخه، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وبالف هنا وشفا على اللي هياكل. باذن الله ان شاء الله نعمل مع بعض فيديوهات كتير، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمه الله.